فانا عايز بقى ايه؟ ان انا اعمل البلان بيزد على التقرير اللي طلع. نفتح الحاج تشات جي بي تي هنا عشان نستفيد بتشات جي بي تي باكبر قدر ممكن. بفضل تكنيك بيرفع كفاءه نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لنظام اشبه بالاوجونتيك. انا مسميها اوجونتيك برومبتس، ان انا بديله اوامر ان هو يبدا يفكر بشكل انساني بنفس العقليه بتاعتنا كانسان. بقسمها له كذا بلوك وكذا مرحله. اول حاجه كور برنسبلز، ان هو يحلل بره الكونكلوجنز والملخصات والكلام ده، وان هو يبقى فيه عمق في التحليل والتفكير واسترجاع البيانات، وان هو يفكر ازاي ممكن يعمل الاستراتيجيز او تاسك اللي انا عايزها، وطريقه الاوتبوت اللي تطلع منه في الاخر. هاخد كوبي البرومبت دي، بعد كده نفتح الحاج تشات جي بي تي هنرزع له البرومبتس. طيب هبدا اقول له مثلا هنا بيزد على المقدمه اللذيذه دي انا محتاج كرييت سوشيال ميديا استراتيجي فور، وابدا احط لينك البراند، وابدا احط لينك البراند اللذيذ كده. بعد كده نقطه رقم 2 بنفس العقليه هقول له تشيك ذا attached reports for the current performance and make full stack rack. يعني ايه راك دي؟ اختصار retrieval augmented generation، استرجاع وتوليد بيانات من الملف from the file. يعني اعمل استرجاع للبيانات وتوليد بيانات جديده حسب طلبي من هذا الملف. فانا باكد عليه هذه المعلومه. يبقى بقول له ان انت بص على البراندز، محتاج اعمل سوشيال ميديا استراتيجي، بص على البراند. بعد كده النقطه رقم 3 هبدا اقول له ايه الاوبجيكتيف بتاعه؟ ازود التفاعل 20%. 4 مثلا نيو كونتنتس باكيتس مثلا ايدياز فور جانيوري 2026. 5 كرييتيفز ايديز فور ذا ديزاينز فيديوز كفر فوتو. 6 جروس تاكتكس to increase engagement and B2B sales. بفضل حاجه بره الصندوق، ان انا باخد كرييت سوشيال ميديا استراتيجي ده اللي هو الاوتبوت اللي انا عايزه وبحطها فوق، وبعد كده نبدا ندوس انتر. بصوا بقى الطريقه هنا بدا يعمل ايه عكس الطريقه العاديه بتاعت شات جي بي تي. يعني بدا يعمل ايه؟ بلاننج سوشيال ميديا استراتيجي. بصوا يا جماعه كاتب ايه؟ يوزنج فايل بيزد، وقعد بقى يقول لي المنطق والاسترجاع والبيانات والحاجات دي كلها. بيديك هنا تو ريسبونس ريت، انت عايز تشتغل بالطريقه دي كفورمات ولا بالطريقه دي؟ مش هناخد الطريقه دي. بدا انه يشتغل معايا على التريجر انتراكشن اللي يخلي الناس ان هي تنجيج. اللاير الثانيه اللي هيبني عليها الافكار التراست، ان الناس تثق في البراند. رقم 3 السيلز، فهو بيقسم لي ال 3 لاير اوف كونتنت انجن. بعد كده بدا يقسم لي الكونتنت باكت لجانيوري 2026. بصوا التنظيم الجميل وافكار ابليكابل جدا ومنطقيه جدا عامله ازاي من اول مره، رغم ان الطبيعي ان احنا نعدل معاه مرتين ثلاثه على الاقل. وبعد كده سوفت سيلز، انا لسه بمهد بقى. وبعد كده ختم معايا بالكرييتيف دايركشنز، وبعد كده ديزاينز فيديو كفر، ديزاينز جايد لاينز، وهكذا. وبعد كده بوستنج فريكونسي، هننزل كام بوست، الفورمات ماشيه ازاي، والانجيجمنت بوسترز، وهكذا. بعد كده ناخد كوبي ونحطها في الملف الوورد بتاعنا ده ونعمل سيف للاستراتيجي. بعد كده نرجع للعم مانوس، ممكن نرفع فايل كمان اهو. هقول له مثلا تشيك ماي سوشيال ميديا استراتيجي فور جولز سبورتس بليز اد ذا فاينل سوشيال ميديا استراتيجي ان ذا بي بي تي فايل افتر ذا تيك اوديت سيكشن. بعد كده اقول له send to me the final PPT file includes the tech audits and the social media strategy. وتعالوا نشوف الفاينل برزنتيشن. حط اللوجو بتاع اوليجنس اهو، حط اللوجو بتاع جول سبورت اهو. البريف ده عن ايه؟ دخل بعد كده عن اكزيكتيف سامري، ده الاوديت سكوب، يعني ايه الاقسام اللي احنا بعرف بيها الكلاينت اللي عملنا لها تحليل. بعد كده الكفر فوتو كواليتي والحاجات اللي المفروض نحسنها، الكرييتيف كواليتي اناليسيس بالريكومنديشنز، الانجيجمنت ماتريكس اللي هو بينجيج عليها على السوشيال ميديا، الكاستمر كومنتس اند سنتمنت اناليسيس، سوشيال ميديا استراتيجي اللي احنا هنتحرك عليها. بعد كده استراتيجيك كونتنت باكيتس اهو، توزيع الافكار كلها بنظام اهو، بوستنج فريكونسي اند فورمات ميكس. هتمشي ازاي بقى الافكار دي؟ جروث تاكتكس، وحاجات بقى بي تو بي سيلز انيبلد، وحاجات ليها علاقه بالارت دايركشنز والديزاينز جايد لاينز. بعد كده اهم الاولويات، عشان لو انت مش عايز تاخد كل اللي فات نبدا بيه، فده الهاي بريورتي، ده الميد بريورتي، وده اللو بريورتي. وبعد كده الشورت تيرم ريكومنديشنز والميد تيرم ريكومنديشنز واللونج تيرم ريكومنديشنز والكي بي ايز اللي احنا نقيس بيها نجاح الشغل مع بعض. ودي ريكومنديشنز للكوميونتي ماتريكس، وده الموبايل اوبتمايزيشنز عشان يبقى شكل البيج ازاي من الموبايل مش الديسكتوب بس. ودي خريطه التنفيذ، ودي الار او اي، وده الكونكلوجن. وشكرا ليك ولحضرتك، وجيت ان تاتش. فطبعا اديكم شايفين بنفسكم الكواليتي عامله ازاي.